يا جماعة خلينا ندخل في الموضوع على طول. كم مرة حسينا إن طاقتنا خلصت تماماً واستنزفناه للآخر، مش عشان عملنا مجهود بدني، لا خالص، بس عشان عقلنا عمال يفكر ويحسب لحاجة أصلاً لسه ما حصلتش. عقول كتير جداً بتعاني يومياً من الإرهاق والاستنزاف ده بسبب الخوف من المستقبل أو توقع الأسوأ دايماً. في الشرح ده هنغوص في أبعاد المشكلة دي، هنفهم إزاي بتحصل جوه دماغنا، والأهم من كده إزاي نقدر نتعامل معاها ونتجاوزها تماماً. الأفكار عادة بتبدأ بسلسلة مرعبة وسريعة جدا من سيناريوهات بتخطف الخيال كل يوم. دايما بنسأل نفسنا، يا ترى إيه اللي هيحصل لو الموضوع فشل؟ طب ماذا لو القرار ده دمر كل حاجة؟ ماذا لو حصلت كارثة؟ الأسئلة دي بتتضاعف وتتكاثر في الدماغ وما بتقفش، وبدل ما الخيال يكون أداة للإبداع والابتكار بيتحول لآلة شغالة 24 ساعة لإنتاج الرعب والتوتر والتوجس. الحقيقة في تشبيه عبقري جدا بيلخص بدقة شديدة حالة الاستنزاف النفسي والبدني اللي بيسببها القلق الاستباقي. التشبيه ده بيقول: أن تنزف قبل الإصابة بجرح. يا نهار أبيض على الدقة! العقل والجسم فعلا بيعيشوا ألم ومأساة لموقف هو في الحقيقة لسه مجرد فكرة في الخيال، حاجة ما حصلتش أصلا على أرض الواقع. إحنا حرفيا بنتعب من حاجة مش موجودة. القسم الأول، إيه هو القلق الاستباقي أصلاً؟ هنا إحنا محتاجين نغير نظرتنا تماماً للأمور. المشكلة الجوهرية يا جماعة مش في الشعور بالقلق نفسه خالص. المشكلة الحقيقية بتكمن في إزاي العقل بيتفاعل مع فكرة عدم اليقين أو الغموض تجاه المستقبل. إزاي بنتعامل مع الحاجات اللي مش متأكدين منها. وعشان نفهم ده صح، المصدر اللي هنعتمد عليه في تحليلنا النهارده هو كتاب القلق الاستباقي للدكتورة سالي وينستون والدكتور مارتن سيف. الكتاب ده بيعتبر مرجع ودليل إرشادي مهم جدا، وهدفه مش مجرد إنه يديلك شوية نصايح عشان تقلل التوتر، لا، هو بيقدم خريطة طريق متكاملة عشان نغير علاقتنا مع الخوف من جذورها الأساسية. الكتاب بيطرح مصطلح علمي مهم جدا، وهو العقل المتشابك. يعني إيه؟ ده بيحصل لما تتصادم حساسيتنا البيولوجية والعصبية، واللي بالمناسبة ممكن جدا تكون وراثية، مع خيالنا الكارثي اللي بيصور الاحتمالات البعيدة على إنها تهديدات فورية. يعني جسمنا بيتعامل مع فكرة المستقبل المجهول وكأنها أسد بيهجم علينا دلوقتي حالا. ده بيفسر إن الموضوع ليه أساس بيولوجي، يعني مفيش أي داعي إننا نحس بالذنب أو بالضعف اتجاه المشاعر دي. القسم التاني، وهم التجنب ومصيدة التردد. هنا بقى بنقف قدام فخ كبير جدا، كتير مننا بيقع فيه من غير ما يقصد. لما بنحس بالخوف، فطرتنا البشرية بتوجهنا الحلول احنا فاكرين انها هتوفر لنا الأمان، بس في الحقيقة هي بتعقد المشكلة أكتر وبتحبسنا جوه مصيدة اسمها التردد. التجنب ده ذكي جدا وبيتخفف أشكال كتير بنعملها كل يوم من غير ما ناخد بالنا. زي إيه؟ التردد المزمن وتأجيل القرارات على طول، التحضير المبالغ فيه لأي خطوة مهما كانت بسيطة، والأسوأ بقى هو حاجة اسمها التفكير السحري، وده اعتقاد خاطئ جوانا إن القلق والتفكير في الأسوأ هو اللي هيحمينا من الكارثة. متخيلين؟ التجنب بالشكل ده هو المحرك الأقوى اللي بيولد القلق الاستباقي وبيضمن إنه يفضل عايش معانا لفترة طويلة. طب إيه الفرق بين التخطيط الصح والقلق؟ النقطة الجوهرية هنا هي التفرقة بين التخطيط المنتج وأسئلة ماذا لو القلقة. التخطيط المنتج بيطلع لنا في النهاية بخطة نقدر ننفذها، زي مثلا إننا نملى خزان البنزين قبل ما نسافر بعربيتنا. لكن أسئلة ماذا لو القلقة ملهاش أي حل، هي مجرد محاولة مستحيلة للبحث عن يقين في مستقبل أصلا مجهول، والنتيجة بتكون إننا بنفضل نكتار الأفكار ونلف في دايرة مفرغة من التعاسة. القسم الثالث، الكمالية والخوف من الندم. طب إيه اللي بيغذي التردد ده كله ويخليه يكبر؟ المحفزات الخفية هنا هي رغبتنا المستحيلة في إننا نكون متأكدين بنسبة 100%، بالإضافة طبعا للكمالية أو السعي للكمال، والخوف المرعب من إننا ناخد قرار غلط ونندم عليه بعدين. عشان نفهم ده أكتر، الكتاب بيحكي قصة حقيقية غريبة ومهمة جدا. مريض أصيب بشلل تام في التفكير وتردد رهيب لمجرد إنه عايز يقرر يشتري حذاء لكلبه. المريض كان متخيل إنه لو اختار الحذاء الغلط الكلب ممكن يتزحلق ويموت، وإن هو اللي هيكون السبب وهيعيش شايل الذنب طول عمره. القصة دي بتثبت لنا إزاي الكمالية ممكن تضخم قرار بسيط جدا لدرجة إنها تخليك كارثة محتملة في دماغنا. عشان كده الكتاب بيقول جملة في الجون: الكمالية هي التربة الخصبة للتوقعات غير الواقعية. التقييم المستمر لنفسنا بعقلية يا كل حاجة يا بلاش، وإن النتيجة لازم تكون مثالية تماما وإلا هنعتبر نفسنا فشلنا فشل ذريع، كل ده تفكير بيدمر ثقتنا بنفسنا وبيفرض علينا عبء مستحيل، لأننا بنحاول نحمي نفسنا من أي خطأ مهما كان صغير، وده بيغذي القلق بشكل مخيف. القسم الرابع، لماذا تفشل حلولنا المعتادة؟ وده بيطرح سؤال مهم جدا بيشغلنا كلنا. ليه لما بنحاول نستخدم المنطق أو حتى نفرض على نفسنا الاسترخاء بالعافية عشان نوقف القلق، بنفشل فشل تام والموضوع بيزيد سوء؟ الكتاب بيستخدم مجاز رائع عشان يشرح النقطة دي.
محاولة إبعاد القلق أو إننا نطرده من دماغنا بالعافية شبه بالظبط محاولة دفع المد بتاع البحر وإرجاع الموجة بإيدينا، أو كأننا بنحاول نوقف الشمس من إنها تغرب. دي ببساطة محاولة مستحيلة ومجهدة جدا جدا، ومش بتعمل حاجة غير إنها بتخلي أفكار القلق تظهر أكتر وتسيطر على عقلنا بشكل أكبر. التناقض العجيب هنا إن كل ما زادت محاربتنا للشعور بالقلق والمقاومة عشان نتخلص منه، القلق نفسه بيقاومنا بقوة وشراسة أكبر. ليه؟ لأن الجهد اللي بنبذله لمحاربة المشاعر دي بيدي رسالة وتأكيد للعقل الباطن إن في خطر حقيقي فعلا وإنه لازم يفضل مستعد ليه، وبالتالي التوتر بيزيد جدا بدل ما يقل. القسم الخامس والأخير، الحل: توقع، تقبل، واسمح. إذن إيه هو الحل العملي لكل ده؟ الكتاب بيقدم نقلة نوعية بيسميها التحول نحو السلوك العلاجي، وده بيتلخص في التخلي تماماً عن معركة محاربة القلق. أيوة، زي ما سمعتوا كده، هنبطل نحاربه. لازم نفهم إن التعافي الحقيقي مش معناه أبداً إننا نوصل لحالة هدوء وراحة تامة وانعدام تام للخوف. دي أسطورة. التعافي الحقيقي بيكمن في قدرتنا على الانفصال عن محتوى التخيلات المرعبة دي، إننا نقدر نتحرك وناخد قرارات ونكمل حياتنا حتى والقلق لسه موجود ومصاحبنا في الرحلة. يعني نقدر نعيش والقلق قاعد معانا في نفس الأوضة عادي جدا. المؤلفين لخصوا استراتيجية الخروج من فخ القلق في 3 كلمات أو خطوات رئيسية. أولاً، توقع، يعني نبقى متوقعين ظهور مشاعر القلق وعارفين إنها جزء طبيعي من التجربة. ثانياً، تقبل، يعني نرضى بوجود المشاعر دي من غير ما نحكم عليها أو نقاومها. وثالثاً وأخيراً، اسمح، يعني نسمح للتخيلات والأفكار دي إنها تاخد مساحتها وتمر وتمضي لوحدها من غير ما نحاول نصلحها أو نجادلها معها. وفي النهاية، الدرس الأهم اللي لازم نطلع بيه هو إن الحرية الحقيقية مش في غياب الخوف، بل في القرار الشجاع بإننا نواصل حياتنا بالكامل بالرغم من وجوده. في المرة الجاية لما العقل يرمي في وشنا سؤال ماذا لو المرعب، خلينا نفتكر إننا مش محتاجين نجاوب عليه أو نحل المشكلة الوهمية دي، إحنا بس محتاجين نسمح لها بالمرور ونكمل طريقنا. يا ترى إزاي نقدر نطبق قاعدة توقع، تقبل، واسمح في قراراتنا الجاية عشان نعيش أهدى وأسعد؟